السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. خلاص جريت الايام الجميلة من رمضان وخلص رمضان وجري كأن ما حسيناش بيه خالص. بس الحمد لله، ربنا يجعلنا نطلع منه مغفورين من الذنوب يا رب العالمين. أكلة جديدة جميلة، مشبعة وفيها قيمة غذائية كبيرة جدا، وبيحبوها الشباب جدا، ونوع من أنواع التغيير. معانا كبد فراخ نص كيلو، ومعايا كيس لسان عصفور، ومعايا كوباية بسلة، ومعاها جزرتين. عملنا بيهم أحلى أكلة جميلة جدا جدا جدا. هتشوفوها دلوقتي. الكبد المشوية أنا عملتها معاكم بس مباشر قبل كده، قبل رمضان. قلت أعملها المرة دي في رمضان، بس زودت معاها صينية لسان العصفور بالخضار، جميلة جدا وشهية جدا وليها مذاق وطعم تاني خالص خالص خالص. وعملنا معاهم حبة تومية. أول حاجة هنسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم، ونبدأ ونقول يا بركة الله، ونجيب الجرل بتاعنا أو أي طاسة عندنا، ونستخدم حاجة واحدة اللي هنعمل فيها كله عشان ما نطلعش مواعين كتير. أول حاجة حطيت معلقة سمنة بلدي حلوة وبحمر فيها كيس لسان العصفور بتاعي. لازم ياخد اللون الذهبي دوت عشان ما ينشيش مني. أولا يطلع مفلفل، ثانيا هو لما بيتحط في الشوربة بيفتح مكانه على طول. طبعا الطاسة بتبقى نظيفة لما انت تفرغيه في قلب الصينية. هتبتدي تحطي بصلة مكعبات وسط، بس مكعبات صغيرة يا دوب تدبل. بس انزل عليها على طول بالفلفل بتاعي الاصفر. كان معايا فلفلة صفرة، اخدت اكتر من نصها قطعته مكعبات كده للسان العصفور، واخدت الباقي منها قطعتها مربعات. هتشوفوا انا هعمل بيها ايه. بس بحاول أدبل بقى البصلة كده مع الفلفل الخفيف، وفي نفس الوقت أشتغل في التومية بتاعتي السريعة، لأن إحنا كنا قبل الفطار بساعتين 2 بس، فكون لازم أنجز كل الخطوات ديت بسرعة. فالحمد لله أنجزنا وطلع الأكل جميل، والحمد لله عجب الكل. معايا بقى التومية بتاعتي السريعة عبارة عن إيه؟ كوباية مية، معلقتين نشا، وبدوبهم مع الساقع، وبعد كده برفعهم على النار وببتدي أدوبهم على النار. إيديا ما تقفش خالص لغاية ما يديني القوام اللي انتوا شايفينه دوت في منتهى الجمال، وما فيهوش أي تكتلات ولا أي حاجة متكتلة على جنب لوحدها أحاول أفكها ولا حاجة. طول ما إيديا فيه ما بياخدش وقت، سريع على طول. باخده من على النار وبسيبه يهدى شوية، وبجيب الخلاط بتاعي واشتغل في قلب التومية بتاعتي، يعني بشغل كله مع بعضه. ببتدي أجيب بقى إيه، ببص طبعا أنا مبشرة طبعا الفلفل بتاعي. آدي كوباية البسلة مع الجزر بتاعي، دي طبعا أخدت غلوتين حلوين عشان تنزل تكمل سوا مع الفلفل ومع البصل. وطبعا هتبلهم تتبيل عادي جدا، حبة ملح وفلفل فقط لا غير، مفيش أكتر من كده، لأن الشوربة واخدة كل البهارات اللي هتتحط في قلب لسان العصفور. بس هشوحهم كده مع بعض، البسلة والجزر والفلفل، واشتغل بقى في التومية. التومية كانت هديت خلاص، طبعا مش هنزلها الخلاط سخنة، تكون هديت وفي نفس الوقت بتتخن شوية معايا. ببتدي بقى انزلها في قلب الخلاط بتاعي، واضافاتها بسيطة وسهلة وسريعة جدا. دي التومية السريعة. يا اما تعملوا سلطة طحينة يا اما تومية، اللي تحبوه، بس انا ولادي دايما بيفضلوا التومية وبيحبوها. وسلطة الطحينة بتيجي جنب حاجات تانية. فضيت خليط النشا بتاعي في قلب الخلاط، حطيت عليه كزبرة وكمون، هحط عليه كمان نص معلقة توم كبيرة كده مفرومة، وهحط عليه حوالي زي أقل من ربع كوباية خل، وبحط عليه 3 معالق زبادي حلوين كبار، وبحط معاهم حوالي معلقتين أو 3 زيت، وببتدي أضرب الخليط بتاعي دوت في المضرب في الخلاط. خلاص تبقى التومية بتاعتي كده جهزت، ما هياش عايزة أي حاجة. بحط معاها معلقة سكر كمان ونطرة فلفل خفيفة، فلفل أسود، بس ما بحطش أكتر من كده. خلصت التومية على كده. أركنها بقى في التلاجة، لأن هي طبعا بتبقى سايلة شوية أول ما بتعمليها، بس بعد كده
بتتخن في قلب التلاجة وتحسي إنها تقلت معاكِ كده لمّا بتتركن في التلاجة. أنا خلصت كده من التومية خلاص، أدخّلها التلاجة على كده وأبتدي أشوف لسان العصفور بتاعي. كنت حطيته بقى في الصينية وحطيت عليه الخضار بتاعه اللي هو الفلفل والطماطم والبصل والبسلة والجزر. حبة الشوربة بتوعي بكل بهاراتها، يعني بالحبهان، بالورق اللورا، بكله عشان لسان العصفور ياخد النكهة كلها. أنا معايا بقى نُص الكبد بتاعي، كبد بس ما فيش قوانص، ومعاها القلوب طبعًا. باعملهم زي أنا طبعًا تبّلتها معاكم في البث المباشر ببصلة مفرومة ناعم جدًا، ملح وفلفل وحطيت لها حبة عسل أسود، وحطيت لها ليمونتين معصورين، وحطيت لها حوالي 3 معالق خل. دي باتت في التلاجة كده، ما تخافوش مش هتتهرى ولا حاجة، واللي عايز يعملها قبلها بساعتين بس يعملها، بس هي بتبقى في التتبيلة بتاعتها ديّة شارباها جميلة جدًا. بس بابتدي أعملها زي موضوع الشيش طاووق بالضبط كده. بادخّل الكبدة كده بالطول فيها وباقسم الكبداية 2، مش باعمل الكبداية بحالها، لأ الكبداية باقسمها نُصّين، ما هي بتبقى فصّين. بابتدي على طول أحطها في قلب الشيش وزوّدت عليها الإضافة الخفيفة ديّة الفلفل، هيزوّدها قيمة غذائية طبعًا وهيدّيها نكهة جميلة وطعم أحلى وجميل جدًا. أنا المرّة اللي فاتت عملتها معاكم، بس كان جنبها رُز بالبسلة والجزر والفلفل. المرّة دي حبّيت أغيّر وأعمل فكرة صينية لسان العصفور كحاجة جديدة يعني، ودي تتاكل بالعيش. فجميلة جدًا، جرّبوها هتحبّوا جدًا وهتحبّبوا أولادكم فيها، وهي مفيدة جدًا. الكبد ديّة مفيدة جدًا يا جماعة، فيها فيتامين B12 اللي إحنا بنروح ندوّر عليه في الأجزخانات ونروح ناخده، اللي بياخدوه حُقن واللي بياخدوه كبسولات واللي بياخدوه حبوب. على إيه؟ هو موجود في الكبد بتاعة الفراخ ديّة، بس المهم إنِّك تسحبي سموم الكبد دي كلّها بربع كوباية لبن قبل ما تغسليها. ربع كوباية لبن تتحط فيها الكبد ساعتين، بتسحب منها السموم كلّها. بعد كده اشطفيها واغسليها غسلة حلوة بالدقيق والملح والمَيّة وسيبيها شوية وهتلاقي لونها فتح. بس أنا جِبت الجريل بتاعي أو أي طاسة عندي، نفس الجريل اللي أنا عملت فيه كلّه، أنا اشتغلت فيه في كلّه ما غسلتوش. آخر حاجة باعملها فيه طبعًا الكبد ديّة، لإن هي إيه، ما ينفعش بعدها حاجة تتعمل. وبابتدي أحُط أنا حطيت بصراحة معلقة سمنة صغيّرة بلدي وحطيت عليها حبّة زيت. ليه؟ عشان أنا عايزة الأرغفة بتاعتي هتتبل من السمنة ديّة ومن اللي هينزل من الكبدة، إنّما ممكن تتعمل بفرشة زيت بس. بابتدي بقى أخلّي النار وسط عليها، ما تبقاش النار عالية عشان ما تلهفهاش وما تخلّيهاش تحمر بسرعة وهي ما استوتش، لأ، هتدّيها دخنة جميلة النار الوسط. وباقلّبها وأنا واقفة على طول على الوشين، كل شوية أقلبها بحيث إنها كلّها تاخد لون واحد، اللون الأحمر الدهبي الجميل المكرمل اللي أنتم هتشوفوه دلوقتي معايا بإذن الله. بس كده أنا خلّصت أكلي يا جماعة، أكلتي كده خلصت. هي 3 حاجات اتعملوا، بس أكلتي كده خلصت. باجيب العيش بتاعي بقى وبانزل بيه كده على المكان اللي نزّلته الكبدة، بيدّي طعم جميل جدًا. وباحط الأسياخ بتاعتي كده في الرغيف، وصينية لسان العصفور طبعًا دخلت الفرن قبل الفطار، خدتش والله 10 دقايق، بمجرد إنها تشرب الشوربة بس بتتنفش كده، بس تطفي عليها على طول وتسيبيها في قلب الفرن بتفضل سخنة زي ما هي، وبتبقى مفلفلة وجميلة جدًا وقيمة غذائية عالية جدًا بالخضار بتاعها. أكلة جميلة يا رب تحبوها وتجربوها، أولادكم هيحبوها جدًا، وإن شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض أكلات جميلة وجديدة. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، عجبتكم فكرة أرغفة الكبد ديّة بتاعة الفراخ ومعاها لسان العصفور. وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو آخر، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم طيبين.